انسي كل اللي فات وتعالي خدي التريكات. لو جبت الطريقة نفسها من الحلواني مش هتطلع معاكي نفس النتيجة. دي احلى واطعم والذ واسهل سينابون ممكن تعمليه في حياتك. تعالوا بقى نشوف الجمال ده اتعمل ازاي. ولا الكريمة نفسها النتيجة بتاعتها روعة، اللي الكل بيعتمدها دلوقتي اساسي معاه في كل المشروع. بسم الله ما شاء الله. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول، وما تنسوش تدعموا الفيديو وتعملوا شير على قد ما تقدروا، وتقولوا لي بتابعوني منين. اول حاجه ما نجيب البوله اللي هنعمل فيها ونحط فيهم كوبايتين وربع من الحليب او لبن رايب او زبادي، ونحط 3 معالق كبار من السكر ونقلبهم كويس جدا، و10 جرام من الخميره، خميره بيره خميره فوريه اللي عندك، ونحط بيضه ونقلب كل المكونات دي مع بعض. وما تنسوش رشه الملح. هنقلب كويس جدا. وعايزه اقول لكم هنا بدات الروايح تظهر معايا. مادام هنعمل سينابون الريحه بتظهر معايا وانا بعجن العجينه بتاعتي. اللهم صل على النبي. وعندي هنا معلقه لبن بودره، دي كانت عندي وقلت احطها علشان ايه ما تبص. لو عندك ماشي، ما عندكيش خلاص. وهنحط 3 معالق كبار من الزبده. تمام كده. ونخلطهم برده كويس جدا مع بعض. وعندي 5 كوبايات من الدقيق. الناس اللي بتقول لي انت دايما بتقولي بالميزان، انا قلت لكم دلوقتي بالكوبايه علشان الناس اللي ما عندهاش ميزان. واقلب كويس جدا. هنا بقى انا هدخل ايدي، ودي اهم حاجه علشان اعجن بايدي واحس بملمس العجينه وانا بعجن. وسمك العجينه تكون طريه ومش بتلزق. يعني عندي دي ايدي اللي انا عاجنه بيها، تعالوا بصوا بايدي التانيه مش بتلزق، طريه اهي بس مش بتلزق. والم العجينه واسيبها تخمر لمده نص ساعه. في الصيف بتقعد بتخمر معايا على طول. في حد تاني هيقول لي يا شيماء ينفع بدل ما احط في قلب العجينه بتاعه السينابون دي احط في قلبها سمنه وزيت؟ اقول لك ينفع، بس الاحسن والافضل تحط في قلبها زبده، بتخلي طعمها حلو. وعايزه اقول لكم بجد بتبقى عجينه من الاخر. والعجينه دي تنفع، دي بعد ما خمرت، والعجينه دي تنفع سينابون وكرواسون وباتيه، وعايزه اقول لكم وبيتزا، تنفع لجميع المعجنات اللي بتخمر ما عدا الفطير المشلتت. خلاص. وعايزه اقول لكم كده بعد ما كورتها وسبتها ارتاحت لمده 5 دقايق علشان اعرف افردها. ممكن تفردها بايدك او ممكن تفرديها بالمردنه زي ما بنعمل كده. اللي عندك اعملي بيه، ما عندكيش مردنه ممكن تعمليها بايدك. وخلي السمك بتاعها نص سنتي. تمام. واجيب بقى الزبده بدرجه حراره الجو، واحط بقى الزبده، ادهن العجينه كلها زبده. طيب في حد تاني هيقول لي تنفع بسمنه؟ هقول لك تنفع بسمنه بس تكون بدرجه حراره التلاجة. خلاص كده تمام. وبعد ما ادهن الزبده كلها بقوم رشه سكر عادي خالص، سكر بتاع الشاي والتموين وسكر البيت عادي خالص. عندك سكر بني اعملي، ما عندكيش يبقى سكر عادي. وارش قرفه بقى. عايزه اقول لكم الناس اللي بتعشق بقى القرفه تعمل السينابون ده هتعشقوا عشق كده. عايزه تعملي ميكس ما بين القرفه والكاكاو يبقى كنبه هتعملي. والف بقى العجينه بتاعتنا رول زي ما انت شايفه كده. الطريقه سهله جدا يا بنات، مفيش اسهل من. الناس اللي بتقف على حاجه ما عندكيش زبده وعايزه تعمليها بسمنه اعملي، عايزه برضو تحط في قلب العجينه برضو سمنه برضو اعملي، اللي عندك اعملي بيه. بس انا دايما اقول لك الافضل والاحسن ايه اللي تعمليه، بس مفيش حاجه مستحيله. بعد ما لفيتها رول كده وابرمها بقى كويس جدا واخليها سمك واحد، اي اقطع بقى كل 3 سنتي اقطع، يا اما اقيس بايدي كده واعمل 3 صوابع واقوم اقطعها، احط 3 صوابع واقوم اقطعها. خلاص تطلع كلها سمك واحد وسوا واحد. واحطها في قلب الصاج. ما بدهنش الصاج حاجه يا بنات، لان كده كده في قلبها ماده دهنيه اللي هي الزبده بتنزل في قلب الصاج، وفي نفس الوقت كمان بتطلع الواحده بوحدتها. واحطهم كده وارصهم واسيبها تخمر معايا. بخلص برضو بقيه الكميه اللي عندي واقطعها برضو نفس ما عملنا كده، واحطه في قلب الصاج واغطيهم. في ناس تانية بقى تقول لي يا شيماء ينفع احط في قلب العجينه دي بيضه واحده او 2؟ اقول لك ينفع. ينفع ما احطش؟ اقول لك عادي خالص مفيش مشكله. طب ينفع احط نص ميه ونص حليب؟ اقول لك ينفع. طب ينفع ميه بس؟ برضو اقول لك ينفع. اغطي العجينه علشان تخمر كويس. وتعالوا بقى نشوف الكريمه بتاعتنا. تعالوا بقى كريمه السينابون دي بقى اللي الكل بيحلف بيها من ساعه ما عملتها بالجبنه القريش، والكل بيعملها خطيره. عندك الجبنه الكريمي غاليه، هاتي قطعه جبنه قريش بس تكون دلع، ما عليهاش ملح ولا اي حاجه. وحطيها في قلب الكبه مع 3 معالق كبار من الزبده مع نص كوبايه سكر بودره او سكر عادي. عايزه اقول لكم ان انا عاملاه بسكر عادي. بصوا اهي، بصوا بسم الله ما شاء الله كريمي.
ومعلقه كريم شانتيه بقى علشان نخليها غنيه وطعمها حلو، حاجه كده من الاخر، علشان السينابون يطلع معانا طعمه يطلع وهو سخن بقى نحطها كده عليه. عايزه اقول لكم بجد يا بنات، اللهم صل على النبي، بصوا الكريمه عامله ازاي، تحفه تحفه يا بنات والله اهي، بسم الله ما شاء الله. تعالوا بقى للعجينه بتاعتنا بعد ما خمرت. عايزه اقول لكم شكلها تتاكل نيه، وعلى الفرن حراره متوسطه فوق وتحت. اموت في اللحظات الاخيره دي، بسم الله ما شاء الله، صلى على رسول الله. الريحه يا اولاد الله اكبر الله اكبر، الريحه جامده. استنى يا اولاد اوريكم بس عشان سخنه بس يا اولاد، لسه يا اولاد، بسم الله ما شاء الله. يا سيدي يا سيدي، بصوا الجمال والحلاوه دي يا اولاد، بصوا الجمال والحلاوه دي. انا بعشق بقى اللحظات دي، انا بموت في اللحظات دي. يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي، الله. غرق بقى غرق بقى ومرق يا ولاد، غرقوا غرقوا. بابا توسوا يا ولاد، اتوسوا 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 كده اتوسوا. بص ايه اكتر من كده، ده احنا هذا اللحظات الجميله. الله 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 الله، احنا عملنا بكره. الله بسم الله ما شاء الله، تحفه يا ولاد تحفه. الله على الجمال، سخنه. الله 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 على الذوبان، الله على الجمال. الله تسلم ايدك يا بنتي يا شوشو بألف هنا. الله على الجمال، بسم الله ما شاء الله. ده اللي اتقال عليه سينابون بقى بجد، بسم الله ما شاء الله، حاجه كده فاخر ومن الاخر. صلى على رسول الله ودعموا الفيديو. دي حاجه تانية خالص، دي طعم تاني خالص. وبكده الفيديو بتاعنا خلص. يا ريت لو استفدتي تعملي لايك وشير، واشوفك على خير وفي امان الله.